هنكمل مع بعض يا شباب ان شاء الله قرايه الماتيريال. هنتكلم النهارده على ethics in financial reporting، اخلاقيات المهنه وانت بتحضر التقارير الماليه. people won't play the stock market، عمرهم ما هيشتغلوا او هيستثمروا في البورصه if they think stock prices are rigged، يعني لو هم شكوا بس ان في تلاعب في الاسعار بتاعه الاسهم بتاعه البورصه. in recent year، في السنوات الاخيره the financial press، الميديا بتاعه الماليه والاعلام اللي بيدي اخبار عن الميديا عن الماليات has been full in articles about financial scandal، بقى مليان عن مقالات عن الفاينانشال سكاندال او النصب المالي او الاحتيال المالي. شركه زي انرون وشركه زي وورلد كام وشركه زي هيلث ساوث واي اي جي بتاعت التامين اند اذر كومبانيز وشركات تانية كتير بقت مليانه. اليونايتد ستيت ريجوليتورز، الناس اللي بتحط القواعد في امريكا او القوانين في امريكا، اند لو مايك ميكر، الناس بتحط القوانين، وير فيري كونسيرند، مهتمين قوي that the companies would suffer، او the economy عفوا الاقتصاد هيعاني جدا if investors lost confidence، لو المستثمر فقد الثقه in the corporate accounting، في الشركات، في المحاسبه بتاعت الشركات. لو المستثمر فقد الثقه ديت because the unethical financial report، بسبب عدم اخلاقيات المهنه وانت بتعمل التقرير المالي بتاعك. ان ريسبونس، عشان كده الكونجرس الامريكي اللي هو مجلس الشيوخ الامريكي او مجلس الشعب الامريكي passed the Sarbanes-Oxley Act، نزل قانون اسمه السوكس. السوكس ده as a result of SOX top management must، لازم الإدارة العليا في أي شركة أمريكية now certify the accuracy of financial information، لازم تدي شهادة منها، علشان ما تقولش أنا ما كنتش أعرف، تدي شهادة إن هي منزلة القوائم المعلومات المالية بتاعتها بدقة. تاني حاجة كمان in addition penalties، بقى في عقوبات قوية جدا for fraudulent financial activities، أي واحد هينزل معلومات مغلوطة أو فيها مشاكل أو فيها تلاعب هيبقى عليه عقوبات رهيبة جدا. activities are much more severe، بقت أقوى من الأول بكتير. كمان السوكس increase the independent requirement، محتاج كمان الاستقلال، مطلوب ان المراجع الخارجي outside auditors، ان المراجع الخارجي يكون مستقل بزياده، لازم يدي تقرير محترم عن الشركه. who review the accuracy، اللي بيراجع وبينسق عمليه الدقه of corporate financial statement، القوائم الماليه بتاعت الشركه. the standards of the conduct، اللي عندك المعايير بتاعت الكوندكس، اخلاقيات الشركه by which actions are judged، اللي هو مين اللي بيحكم ومين اللي يقول ان الاكشن ده صح او غلط او في مشاكل او لا، عن طريق الستاندرد اوف كوندكت ده، عن طريق اللي هو الكتيب اللي فيه اخلاقيات، انك تتعامل باخلاقيات. كل شركه بتعمل لها نفسها كتيب، والكتيب ده بيقول لك الصح ايه، الحدث هنا في الحته دي صح ايه، هو الغلط وايه الصح من الغلط، ايه الاونست من الديس اونست، هل ده في اونست يعني في ثقه او في اونست، يعني حاجه كده ان انت واثق في الراجل ده، او ده لو اللي انت عملته ده في عدم ثقه، فير ولا نوت فير، عادل ولا مش عادل، ار ethics. يبقى دي الاخلاقيات، يبقى ده الستاندرد اوف كوندكت بيحط حاجه زي كده علشان تقول الحدث اللي انت بتعمله ده ممكن يكون واحد بيعمل حاجه فاكر انها صح وهي في الحقيقه غلط، فانت لازم تقرا الكتيب ده عشان تحدد ده غلط ولا صح.